الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كما بخير بنات وصحتكم لاباس. أنا لاباس الحمد لله. في فيديو اليوم جبت لكم مقروط المقاهي غير بالزيت وغير مكلف ويجي يذوب ذوبان. كاين متتبعة في قناتي طلبت مني الوصفة وراني لبيت ليك الطلب. وقبل ما نبداو فيديو ما تنسوش تخلوا لي جيم واشتراك وتعليق رائع كما نتوما. فرجة ممتعة للجميع. نجيب قصعة نضع فيها 3 كيسان سميد يكون متوسط، وكاس سميد أرطب. نخلط مليح ونضيف كاس ناقص أسبوع زيت ونبسس مليح. لازم هذاك الزيت يدخل في السميد. لازم تحكي مليح باش ينجح لك المقروط. وهنا نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يرتاح ساعة. هنا بعد ما ارتاح ضيف ملعقة فرينة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكربونات، ونخلط جيدا. السر بيكربونات وانه يخلي لك المقروط يجيك هشيش، هذا هو السر المحلات. وهنايا اللم بالماء والماء الزهر. هذا قوام العجينة اللي نتحصلوا عليه. نجيب كمية من التمر، نضع ملعقتين زيت ونعجن التمر مليح. ونجيب العجين ونحلها بالحلال ونضع التمر ونستعين بكيس بلاستيكي باش يسهل علينا العملية. نجيب كوبات ونقطع بها المقروط بهذه الطريقة. اللي ما عندهاش تقدر تستعين بالسكين. نجيب سكين ونقطع به المقروط، لازم يكونوا متساويين. وهنا بعد ما كملت كامل الكمية سهل بزاف، أي مبتدئة تنجح فيه. هذا هو الشكل المقروط. وهنا بعد ما سخنت الزيت مسبقا راني نقلي في المقروط، نار تكون متوسطة. اللون المقروط اللي تحصلوا عليه يكون ذهبي، ما تخلوش يحرقكم بزاف. مباشرة نعسلو في العسل اللي كنت خدمتو، الفيديو راه في القناة. ضفت له ملعقتين ماء الزهر ونخليه يتعسل مليح وتشوفوه في صحن التقديم. ما كملت المقروط، هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، يكون لونه ذهبي. كاين متتبعة القناة طلبت مني الوصفة وراني لبيت ليك الطلب. هذا مشروع مربح للماكيدات في البيت، تبيعوه للمقاهي. سعر الحبة 5000.
نقسم معكم حبة باش تشوفوه. يجي ذوبان وهشيش ومعسل للقلب، وأي مبتدئة تنجح في هذه الوصفة، ساهل بزاف. وقبل نهاية الفيديو ما تنساوش توصلوني 1000 ساعة مشاهدة مازالت لي باش يتفعل لي القناة. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باش جاهم البارطاج وتعليق رأيكم انتما. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى. دمتم أوفياء لقناة أسرار الوصفات الناجحة.